السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مكان مش عادي، مكان كل حجر فيه بيتنفس تاريخ. طبعا الطقم ده مخصوص عشان نندمج مع روح المكان، أحمر وأزرق وأخضر، مهرجان ألوان زي خان الخليلي بالظبط. اتفضل يا باشا. الريحة هنا مش مجرد ريحة بهارات، دي ريحة حكايات جاية من كل بلاد الدنيا. عشان تمشي هنا لازم تبقى فنان في الزجزاج، شمال يمين. وهنا يا جماعة الزمن بيقف، وكل فانوس بيحكي حكاية بلون مختلف. شوفوا الدقة، شوفوا الشغل، دي مش مجرد فضة، ده فن وصبر وحب. يا عم الحاج انا متابعيني كتير وهعمل لك دعاية، لازم تظبط السعر عشان خاطر الحبايب. عينيا ليك. الريحة دي لوحدها ممكن تخليك تنسى اسمك، دي مقاومتها أصعب من مقاومة أي شيء في الدنيا. حوار يا جماعة. دي مش مجرد قهوة، دي متحف مفتوح، كل كرسي هنا قعد عليه أسطورة. أجمل حاجة في مصر هي تفاصيل وشوش ناسها. تعالوا ندخل هنا. الكنوز الحقيقية دايما بتكون مستخبية في الأماكن اللي محدش بيروحها. ايه يا ست الكل، انت حارسة المكان هنا ولا ايه؟ تخيلوا كل حاجة من دول ليها قصة. يا ترى سمعت إيه وشافت مين؟ خان الخليلي مش مجرد سوق، ده لبرنت من المشاعر والقصة والروايح، بتدخل فيه شخص وبتطلع منه شخص تاني خالص. ودي هتبقى ذكرى بسيطة من يوم مش بسيط أبداً. أتمنى تكونوا عشتوا معايا التجربة دي لحظة بلحظة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تقولوا لي عشان نستكشف أماكن تانية زيها. ولحد ما نتقابل تاني، سلام من قلب القاهرة.